السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في العجينة ديال التريد والطراق ديالها ان شاء الله على بركة الله. بسم الله نبداو. عندي هنايا عبرت لكم بالكيسان بالنسبة اللي ما عندوش الميزان في الدار. عندي هنايا 5 ديال الكيسان ديال الفورس، يعني نص كيلو ديال الفورس في كاس ديال الفينو. كندير شويه د الملحه صافي وغادي نعجن من الماء ديال الصنبور ان شاء الله. غادي اللي عنده العجان يعجنها في العجانه، واللي ما عندوش يعجنها غير بيديه. واحد الاضافه بان العجينه ديال التريد ما خصهاش تجي مرخوفه، خصها تجي العجينه قاصحه شويه. تكون قاصحه ومدلوكه بطبيعه الحال، لان من بعد ما كترتاح كتزيد ترخى. يعني من الاحسن باش ما كتعذبناش في التوراق وداكشي، العجينه تكون شاده شي شويه راسها. هانتوما غادي تشوفوا معايا هنايا، هانتوما هي لينه رطبه، وفي نفس الوقت هانتوما تشوفوا ماشي فاش كندير صبعي تيدخل داخل، لا، كيبقى صبعي الفوق، وفي نفس الوقت كما قلت لكم راها مدلوكه. هانتوما الحاجه راها شاكره راسها براسها، ما يحتاجش نشكروها حنايا، الحاجه راها كتبان غير من الشوفه. هنايا ديتها وجبتها شويه بيديه ودهنتها بزويته، وغادي نديرها في البلاستيكه ونخليوها تستراح واحد مده 15 دقيقه. كما كتشوفوا هنايا من بعد ما مرات 15 دقيقه جبت هاد جوج زليفات. تقولوا لي علاش زليفه ديال الدقيق ديال الفرص وزليفه ديال الزيت؟ ها انتم غتشوفوا معايا هنايا. شوفوا العجينه تبارك الله كي دايره، داكشي باش قلت لكم تخليوها قاصحه شي شويه. من بعد ما كتسترى في البلاستيكه كترجع تطلق راسها. ها هي في نفس الوقت انتم كما كتشوفوا كنديوها نجيبها شي شويه حتى كنجمعها. غادي نرجع لكم هنايا بالنسبه لهاد زليفات الفرص وديال الزيت. هنايا من بعد غادي نقرص قريصات صغيورين. انتم هنايا دابا غادي تشوفوا المشكل اللي طحت فيه. انا بالنسبه ليا ما عنديش مشكل، يعني قدرت نسعف معها، ولكن بالنسبه للمبتدئات يصغروا اكثر من هكا. بالنسبه لهاد 5 ديال الكيسان ديال الفرص وكاس ديال الفينو، يعني خرجت منه انا 24 كويره صغيره، يعني نتوما تخرجوا منها 30 مزيانه. غادي تجيكم قياس هو هذاك، ما غيجوكمش كبارين بالنسبه للمقله. اما بالنسبه اللي عنده مقله كبيره وخاصه بديال التريد، يعني ما غاديش يجبر مشكل. ولكن بالنسبه للمبتدئات كما قلت لكم يصغروا على هاد القياس. انتم غادي تشوفوا معايا فاش كنت طلقتها ودرتها فوق المقيله، لقيت فيها شويه كتخرج لي شويه على المقله، ولكن ماشي مشكل. ولكن انا كنهضر بالنسبه للمبتدئات وصافي. هنايا من بعد ما كملت الكويرات ديالي كديتهم في البلاطو كما كتشوفوا، دهنتهم شويه بالزيت وغطيتهم بواحد سلوفان ولا بلاستيكه بيضاء اللي كان. انا رجعت لكم بالنسبه للطحين والزيت. هانتوما وحده كندهنها الوجه ديالها بالزيت، والاخرى غنحطها فوق الفورص كما كتشوفوا. صراحه عفوا، هاد الطريقه صراحه كتجي النتيجه ديالها رائعه وزوينه، وانتم غادي تشوفوها بعينيكم. هنايا غنزيدكم واحد اضافه اخرى. دابا فاش كنكونوا مقرصين دوك الكريسات كيستراحوا، غادي نجيب فاش نكون كندير وحده فوق وحده، غادي ندير غير قياس 5 ديال الحبات، يعني 5 ديال وحده فوق وحده. لان فاش كدير وحده فوق وحده الا ارتحت اكثر كتتلصق. من الاحسن نبقاو نديرو 5 ب5 حتى كنساليو دوك الاربعه وتبقى لينا وحيده. غادي نديرو 5 اخرين ان شاء الله حتى نساليو الكميه اللي عندنا. واللي كانت يديه خفيفه ماشي مشكل واخا يديرو كامل. كما قلت لكم هنايا غنبقاو نديرو غير 5 ب5، وكنغطيهم بالبلاستيك وكنبداو من الاولى كنبقاو نطلقوا فيها. صراحه كتكون نتيجه زعما رائعه. هانتوما ان شاء الله غادي تجربوها، واللي جربها يرد عليا في لي كومونتير. واللي ما كانتش الا ما كان الشرح واضح ماشي مشكل، قولوا لي نعاودوا لكم نزيد نفسر اكثر من هكا. غير جربوه ان شاء الله غينال الاعجاب ديالكم وغيصدق لكم من اول مره ان شاء الله. هنايا انتم كما كتشوفوا غطيتو صافي يستريح ليه واحد 5 دقائق صافي. غادي نبدا بالاولى. هنايا كما كتشوفوا غادي نوري لكم المقله ديال الوجده. غادي نقلبها على ظهرها، غادي نطيب من الفوق، لان
الا قلبتوها على الجهه الاخرى، الا كانت جاتكم في الطليق تجيكم في التوراق غادي تجيكم شي شويه كبيره ولا شي حاجه غادي تجيكم صعيبه في الخدمه. هنا علاش كنقلبها باش حتى الا جات كبيره او هبطات شويه على الجناب ما كيوقع ليها حتى شي حاجه، كتبقى مزيانه. انا كنشوف صراحه في شي فيديوهات ديال الشماليين عندهم صراحه واحد الاخرى كيطيبوا فيها التريد واعره، عجباتني صراحه. ان شاء الله الا كتبوا تلاقيت بها غادي نشريها. هكا دايره عندها الحديبه هكذا كبيره، سواء الملوي ولا المسمن مربع ولا هذا ديال الرفيسه. صراحه كنشوفهم كيديروها زعما الصراحه عجباتني بزاف، ونتمنى ان شاء الله نصادفها ونشريها ان شاء الله، وديك الساعات نعاود معكم ماشي حتى شي مشكل ان شاء الله. كما كنقول لكم دائما نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ويعجبكم هادشي اللي كنقدم لكم. وصراحه ربي والله العظيم والله شاهد عليا داكشي اللي كيصدق ليا واللي كان ندير وكيجيني زوين هو اللي كنشارك معاكم بكل صدق. وان شاء الله كل واحد غيخلصوا سيدي ربي على النيه ديالو. هنايا هانتوما كما كتشوفوا راني بديت كنورق فيها، ورقتها صراحه مزيان. هنايا وكان كانت وحده غادي نزيد نورقها هكذا حتى كتبان تبان ليا الرخامه، ولكن لان جوج طبقات جوج زعما جوج مسمنات وحده على وحده غير هذا القياس كافي. هانتوما كما كتشوفوا هنايا واحد الحاجه ما خصكمش تخليوها حتى تحمر. هنايا اون فوا كتحطوها واحد شويه كتبدا تنشف صافي كترجعوا تقلبوها مره اخرى وتبقاو تشوفوها. نتوما ما تخليوهاش تحمر، خصها تبقى بيضه باش تقدر تحل لكم. اما الا خليتوها تحمر نتوما غادي تشوفوا معايا شي وحدين تحمروا كيبقاو يتقطعوا. هانتوما شوفوا هنا كي بيضه ديتها وجبتها غير شتا بدات كتنفخ واحد شويه غادي نحلها. هانتوما صراحه كتجي نتيجه رائعه. شوفوا تبارك الله كي مورقه. هانتوما شكل راسها براسها. هانتوما كيفاش كنحطها على يديا كتبان يديا من تحت ديك الورقه صراحه وكيجي ناشف ما يدم حتى شي حاجه. غير جربوا هذه الطريقه ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. شوفوا هنا كنوري لكم الجنيبات. صراحه كاين هذيك التريد اللي كنا صراحه كنديروا كاع في الاول وكيديروه الوالدين ديالنا، كنديروا ورقه فوق ورقه فوق ورقه اللي درناها كنقلبوها معروفه هذيك صراحه كتجي حتى هي رائعه. وغير وهذيك مره كيكونوا الجناب ديالها كتبدا تحيدي دوك الجناب هذه لا جناب لا وسط كلها كتمشي قياس واحد. انتم راه عاودت وحده اخرى معكم. هانتوما كما كتشوفوا كما قلت لكم هنايا شوفوا تبارك الله فاش كنحلها ما شاء الله مرقه رقيقه غزاله تقول ورقه ديال البسطيله. نتوما كما كتشوفوا الحاجه راها شاكره راسها براسها تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. هانتوما هنايا هانتوما غادي تشوفوا واحد البليصه بحال كتقطع هذيك البليصه هي اللي فايت فيها الطياب. كتكون الا جات غير تحمر واحد شويه ديك البليصه ما كتبغيش تحليك. هانتوما شوف تبارك الله هانتوما كتجمعوها كما بغيتو. كاينه قلت لكم ديك اللي كديروا 3 وكتورقوها فاش كتبداو تحلوا بحال هكذا ديك الوسطانيه كتخليوها كتعمروا بها بريوات. ان شاء الله شي نهار غادي نديرها معكم. صراحه كيجيو بحال الورقه ديال البسطيله الوسطانيه بالضبط كتكون يعني هزه عليها هذه اللي من هنا وهذه وكتديك الوسطيه كتجي رقيقه. ان شاء الله غادي نشاركها معكم باذن الله. هنايا كندير الوجه اللي كان داخل كنردو غير واحد شويه غير كيتصهد واحد شويه ونقلب الجهه الاخرى. وهنايا كنجيب واحد البلاطو ولا طبسيل كنفرش ليه واحد المنديل وكنبقى نحط فيه الوريقات ديال التريد ديالنا وكنغطيوهم باش ما يتشرقلوش ويبقاو رطيبين. هنايا علاش هاد القضيه هذه لان كاين اللي كيقطعوا اللي غيقطع غير بيديه ماشي مشكل واخا يكرم شي شويه. اما اللي بغى يقطع بالمقص وبغى يتول داكشي كيغطيه بحال هكذا باش كيبقاو رطبين. فاش كتجي تقطع بالمقص ما كيتفرتش كيبقاو دوك الشرائط كيبقاو مقادين وزوينين. هانتوما غادي نعاود معكم وحده اخرى ان شاء الله. نتمنى اللي يجربها الطريقه تصدق معاه. هانتوما هادشي باش قلت لكم انا كبرت واحد شويه يعني نتوما من الاحسن تصغروا على هذا القياس. كنظن قلتها لكم في البدايه ديال الفيديو
باش تصغروا قل من هذا الشيء اللي درت انا قلت لكم نص كيلو ديال الفرص وكاس ديال الفينو، خرجت منه الكريسات، خرجت منه 24. نتوما حاولوا ديروا 30 باش يجيكم قياس صغير وما يعذبكمش بالنسبه للمبتدئات. اما اللي غيعرف يسلك راسو ماشي مشكل. داكشي انا باش كنت قلبت هاد المقيله ديال الوجده، قلبتها باش زعما ما نطيحش في المشكل، لان فاش كتكون دوك الجنيبات طالعين وتكون بحال هكا كبيره شي شويه كيتعجنوا. اما صراحه التريد كيبغي المقيله تكون مسرحه ما عندهاش جناب. هانتوما عاودت معكم واحده اخرى، تبارك الله كيجي رائع والله العظيم. واخا صراحه غادي نكون صدعتكم بالهضره، ولكن صراحه راه كتجي نتيجه رائعه ونتمنى تجربوها ان شاء الله. واللي جربها نعاود تاني نقولها لكم اللي جربها يرد عليا في لي كومونتير ان شاء الله. هنايا كما قلت لكم دوك البلايص اللي كيكونوا تحمروا هما اللي كتلصق ليا فيهم اللي ما كتبغيش تفرق ليا العجينه في الورقه. كيفاش قلت لكم تردوا البال، يعني غير تحطوها ترجعوا تقلبوها دغيا صافي واحد جوج تقليبات صافي، ومن بعد ديك الساعات غادي تحلوها وعاد غادي تردوها الوجه الدخلاني كيتحمر. ماشي كيتحمر، كيتصهد واحد شويه. اللي كيبغي تريد يجي بيض بحال هكا، اما اللي كيبغيه محمر ديك الساعات عاوتاني يحمروا، لا هو الاختيار. هانتوما هنايا من بعد ما ساليت العجينه ديالي كامله جبت هنايا باش نقطع معاكم. كاين اللي كيبغي يقطع بيديه وانا غادي نقطع بالمقص. هنايا كتبرموا يا جوج يا وحده على حساب واللي كان مزروب يديرهم كاملين على حساب المقص. الا كان عندكم شي مقص ماضي يعني واخا ديروا كميه كثيره كتبرموا 3 ولا 4 ديال الحبات كيقطع. دابا انا درت في الاول درت جوج، فاش لقيت المقص عندي مزيان رجعت كثرت في الاخر باش نسربيو. هذا ما كان كما قلت لكم اللي بغى يقطع بيديه ديك الساعات. حنا عندنا المهم في هادشي كامل بان تخرج الورقه ديال التريد تخرج زوينه ورقيقه. ديك الساعات كاين اللي كيخليها صحيحه بحال هكاك، كاين اللي كيقطعها شرائح بحال هكاك، كاين اللي يقطعها بيديه. ديك الساعات كل واحد على حساب الشهوه ديالو، على حساب كل واحد وطريقته كل واحد. يعني انا صراحه هذا كتعجبني صراحه هذه الطريقه هذه ديال لا بالنسبه للتوراق ولا بالنسبه للتقطاع، وبغيت نشاركها معكم. نتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ان شاء الله. وما تنسونيش اللي وصل لهاد فهاد الاخر ديال الفيديو نتمنى ان شاء الله ما ينسانيش بجيم وشي كومونتير يكون زوين والبارطاج باش تعمل فائده على الجميع ان شاء الله. وكل واحد باقي كنقول لكم دائما كل واحد الطريقه ديالو، كل واحد مهم الانسان اللي يعرف شي حاجه كيشاركها مع الاخوات. حتى شي واحد ما تزاد معلم، كل شيء كيتعلم الصغير والكبير، غير الانسان يكون عقله صغير ويكون كيرضى وكيكون عادي. كاينه شي حاجه اللي كنتعلموها من الناس الكبار وكاينين الناس الكبار كيتعلموا منا شي حاجه، لان تبارك الله العلم ما له حدود، لا الطبخ ولا اي حاجه. تبارك الله ما حد الانسان في الدنيا وهو كيتعلم بزاف ديال الحوايج. صافي هذا هو الشكل النهائي تبارك الله ديال التريد ديالنا من بعد ما ساليتو. تبارك الله شوفوا الاشرطه كرقاقين ما شاء الله. هنايا غادي نصايب القياس. كاين اللي عنده الوقت يصايب بكميه كثيره ويديروا في بلاصيكات يقطعوا بحال هكا ويديروا بلاصيكات في الكونجيلاتور. وديك الساعات الا جاك شي حد على غفله ولا كتجبديه، وفاش تكوني غتردي النصيب ديالك الدجاج غتجبديه يدي كونجيلا واحد نص ساعه. من بعد كتسخنوا الفران وتطفيوه عليه وتستفوا في اللاطه ديال الفران كيجي شهوه منه بحال يلاه صايبته. صراحه جربته عاود جربته فاش كيكون عندي الوقت كنصايبو وكنوجدو على اتساع. نتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا، وان شاء الله الى فيديو لاحق باذن الله تعالى. مع السلامه.